يعني جدل كبير أثاره تصريحات مستر كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي. يعني كل واحد حر في رأيه. يعني هو رأيه إن الأهلي الكبير بتاعنا. ليه وليه بقى؟ يعني كان المفروض يقول الزمالك الكبير بتاعنا. بس عايزين ندي أمارة للكبير. الكبير له مواصفات، ولا هنقول بالحب ولا بالكره ولا بالجماهيرية حتى. هنقول الكبير بالحجم، بالبطولات، بعدم افتعال الأزمات، بالإدارة الرشيدة. يعني ليها مواصفات الكبير. مش مجرد بقى أقول أكبر قلعة وأكبر لابسة والكلام ده كله. فالكلام ما يضايقش حد. يعني الراجل حر. زي ما السيد حسين لبيب طلع قال إن الزمالك أكبر قلعة رياضية مصرية موجودة، وأكبر قلعة في مصر. هو حر، هذا رأيه. الناس تقوم عليه ليه؟ هو حر. طب ما انا اقول انا على نفسي باشا، وانا باشا فعلا، ما حدش يجب عليا حتى من الجرابيع اللي هم بيشتموني. انما كون ان مستر كامل ابو علي يقول الاهلي الكبير بتاعنا، هو ما اجرمش. يطلع بقى واحد زي اسامه خليل، يطلع واحد علي خليل، محمود خليل، ابو خليل، ام خليل. يعني يعني يقعد يقول للراجل الكبير بتاعك انت بس. طب ما تقول له يا عم انت حر في رايك، وانا الكبير بتاع الزمالك. انما انت كل الصفر بيبقوا يا سبحان الله ناس غير متسامحين. يعني عندنا مثلا حسن شحاته ده مش زملكاوي، يعني بيحوز على حب الناس، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي بورسعيدي، الا في الفتره بتاعت الواد الرمه ده اللي جه يلعب في لعب شهرين، ده لعب سنه في الزمالك. جمهور الزمالك اللي مش قادر يفرق ما بين الماس والازاز، اللي فضل الأوزع ده المنتن ده على حسن شحات، وعلى الشيخ حسن شحات عشان قال الواد بيمثل. زي يعني فاروق جعفر وحسن شحات، وكان علي خليل، وكان محمد صلاح، حازم امام. الناس دي مش زملكاويه، احنا بنحبها ليه؟ ناس مؤدبه، ما هم الصف. اه ممكن يعني بيحب النادي بتاعه، يبقى احسن نادي. بس هو مقدر ان الاهلي نادي كبير، نادي عريق، نادي بطولات. لان كامل ابو علي يعني الراجل لم يجرم في حق حد ولا اي حاجه خالص. قال ده الكبير بتاعه. يعني لما يقع الاختيار على اكبر نادي في مصر من قبل الفيفا ولا من اي منظمات، يونيسيف، يونسكو، ويعملوا تحرياتهم في اسم الدقي او في اسم الزمالك او في نقطه الجزيره، يقول له مين اكبر نادي هنا في مصر؟ هقول له الاهلي على طول. يعني يا جماعه ما فيهاش زعل والله، ما فيهاش زعل. انما شويه الحمقى والهطل والعبط اللي بيطلع يعني متضايق من التصنيف. يعني هو التصنيف فيه ايه؟ ما فيهوش حاجه، ما فيهوش حاجه. عامل زي اخوك الكبير كده، وانت ليك يد فيها. تقول انا الكبير مثلا، يبقى انت اللي بعديه او الصغير. تقول انا كبير. يا جماعه كل قوم يعني له كبير. يعني كل بني ادمين، كل مجموعه كده من البشر ليهم الكبير بتاعهم. يعني واحنا حظنا ان احنا طلعنا جماهير النادي الاهلي. كان ممكن نبقى موكوسين ونبقى جماهير النادي التاني. يعني ما هوش عيب. مش عيب انك تبقى صغير لما تبقى افعالك كبيره. انما تبقى انت صغير وافعالك صغيره، والناس اللي بيأيدوك صغيرين، بتوع الافلام الخارجيه دي بتاع كونغو والبرازيل، والكلام القبيح اللي اتقال ده، اللي قاله الجبالي. عيب 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 عيب. اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير.